مرحبا وكيف الحال؟ وصفتنا اليوم الدجاج اللي مسحب مع التمن البخاري بطريقة كتير سهلة، أو فينا نقول له الدجاج المحشي، التنتين بيصير. واستخدمنا الدجاج اللي مسحب. طبعا في إلي فيديوهات سابقة كيف طريقة التسحيب والتتبيل. هون عم استخدم الدجاج اللي مسحب اللي متبل وجاهز، اللي أنا مسحبهم وأنا متبلهم. وهلا هون بعد ما صفيناهم بالصينية بنحطهم بهالفرن، بدنا نشويهم على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. هون بالطنجرة أضفنا الزيت ونزلنا بهالبصل، عم ندبل البصل، نزلنا بمعجون من الثوم والزنجبيل، هو هريس من الثوم والزنجبيل. هلا بنزل بهالجزر المبروش، بنزل بالفلفل الأخضر، بنزل بحبتين بندور مفرومين ناعم، وملح حسب الرغبة. طبعا بنزل بقليل من الكاري وقليل من العادة الصفراء، ورشة من الكزبرة ورشة من الكمون. بنحركهم بندبلهم بهيدي الطريقة. وهلا بنزل بمرق الدجاج. هون أنا كيف أطلع مرق دجاج؟ اللي مسحب اللي بسحبه العظم اللي بيطلع منهم بسلقهم باخد ميتهم. هلا بتركهم مدة 20 دقيقة يغلوا. اوكي بنزل هلا برز البسمتي الطويل، بتركون على نار خفيفة مدة 40 دقيقة ليستوي معنا الرز. هلا هون المكسرات بالزبدة طبعا، وأضفنا المكسرات المشكلة مع الزبيب. هون نشوح عنا هالمسحب، أخذنا هاللون الجميل. وهلا قدمناه بهيدا الطريقة بعد ما سكبنا وقطعنا هالمسحب، صفيناهم عليهم فوقهم. طبعا بنقدمهم مع هالسلطة. وألف صحة وهنا، ما تنسونا باللايك والمتابعة ليصلكم كل جديد. يعطيكم العافية شباب وصبايا.